المنظمات النسائية يدعم الدستور ويدعو للتصويت بنعم. اليوم أولى جلسات محاكمة أحمد ماهر ودومة في أحداث محكمة عابدين. الداخلية: ضبط خلية إرهابية لتصفية معارض الإخوان بالدقهلية. الجماعة الإسلامية تستنكر تظاهر أنصار مرسي أمام منزل نادر بكار. حماية المنافسة: يحيل شركات المحمولة الثلاث للنيابة لرفع الأسعار. بدء اجتماعات اللجان الفنية لدول حوض النيل بشأن سد النهضة الإثيوبي. ضبط 7 تماثيل أثرية و3 طيور محنطة بحوزة 3 أشخاص في سوهاج. مصر تعيد فتح معبر رفح البري ل3 أيام. أبو تريكة مع علامة ربعة لأول مرة في المغرب. وعلى الصعيد الدولي: وزير الاقتصاد الإسرائيلي يقترح ضم الضفة الغربية جزئيا لإسرائيل. وزير الخارجية الأمريكي: المفاوضات مع الفلسطينيين هي الضمان الوحيد لأمن إسرائيل. مقتل 16 على الأقل في سلسلة هجمات ببغداد. الرئيس السوداني البشير يعين نائبين بعد استقالة نائبه علي عثمان طه. الحكومة السورية: أردوغان متورط في سفك دماء السوريين ويدعم الإرهاب. كوريا الجنوبية تعلن توسيع منطقة دفاعها الجوي لتتداخل جزئيا مع منطقة مماثلة أعلنتها الصين حديثا. التزام فرنسي بتدريب قوى إفريقية قوامها 20,000 جندي. صنعاء تشدد التدابير الأمنية بعد تفجير إرهابي مدمر. انقطاع واتساب 4 ساعات يؤثر على 300 مليون شخص.